يعتبر الصائم أن شعيرة الصيام هي الإمساك عن الأكل والجنس من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهي عبادة يؤديها لله لا للبشر، ويروم بها الثواب وحسن المآل في الآخرة أي بعد الحياة الدنيا. لا يوجد في هذه الشعيرة ما يفرض على المسلم الفرد أن يكون مسؤولا عن صيام الآخرين، كما لا يدعوه الدين إلى مراقبة غيره أو الانتقام منه، كما لا يعتبر صيام الفرد مشروطا بصيام غيره. عندما نعتمد مبدأ الإيمان باعتباره اختيارا فرديا حرا وعاقلا، فإن اعتداء الصائم على غيره يبدو غريبا لا يقبله منطق الإيمان نفسه، حيث يعد ذلك أمرا منافيا لطمأنينة الإيمان وبعيدا عن مقتضاه تماما، كما يحدث في المجتمعات الغربية، حيث قد يشاهد المسلم الصائم غيره وهو يأكل فيمضي في طريقه غير عابئ بذلك، مع العلم أن من بين هؤلاء الآكلين من يمكن أن يعتبر مسلما بالنظر إلى سحنته أو محياه أو تقاسيم وجهه.